تعمل ايه لو حصل زلزال؟ اول ما تحس باضطراب او اي اهتزاز، اول حاجه لازم تعملها فورا انك تبعد عن اي ارفف طويله او شبابيك ازاز او تلفزيونات، لان دي اول حاجه بتبدا انها تقع وقت الزلزال. وما تفكرش ابدا انك تنزل على السلالم لو انت ساكن في دور عالي، لان السلالم من اوائل الاماكن اللي بتنهار في المبنى، وما ينفعش ابدا انك تستخدم الاسانسير وقت الزلزال. فالافضل انك تبدا تاخد الاجراءات اللازمه، واللي هي انك تنزل فورا على الارض ودور على اي حاجه تكون قويه فوق راسك، يعني مثلا تحت السرير، تحت الترابيزه، تحت اي شيء قوي. حاول على قد ما تقدر انك تخلي كل اللي موجودين معاك في البيت يعملوا زيك، وكمان حاول انك تفتح التلاجة بسرعه، خد ميه، خد اكل معاك، دور على موبايلك، اي حاجه تقدر تساعدك لفتره انك تكون عايش. ولو حصل الزلزال وانت في العربيه، وقف العربيه فورا. زمان كانوا بيقولوا ان مدخل البيت هو اقوى مكان موجود في البيت، لكن الكلام ده مش صح، ومدخل البيت زيه زي باقي البيت، فما تقفش فيه، وحاول انك تدور بسرعه جدا على مكان تنزل تحته. دلوقتي بقى لازم تستنى لحد ما الزلزال ما يخلص، وحتى بعد ما الزلزال ما يخلص لازم تستنى على الاقل من دقيقه لدقيقتين، لان ممكن حاجه تقع تاني، وممكن يكون في توابع، وهي بتبقى هزات اصغر من الزلزال. ولو بعد الزلزال انت في مبنى دلوقتي متضرر وقادر انك تخرج منه، يبقى اخرج فورا. لكن لو وقع على المكان اللي انت فيه حيطان كتير، فالافضل انك تخليك مكانك، وحاول انك تغطي بقك ومناخيرك من دخان الحيطان. ودلوقتي بقى هيساعدك الاكل والميه والموبايل اللي اخدتهم معاك لحد ما تيجي المساعده. ولو معاك موبايل، حاول انك تتصل بحد. مفيش شبكه ومش عارف تتواصل مع اي حد، حاول انك تعمل صوت باي طريقه. طب لو مش معاك كل الحاجات دي هتعمل ايه؟ دور على اي حاجه حواليك تكون صاج او معدن، خبط عليها كتير جدا، ده هيفيدك بانهم يعرفوا مكانك بشكل اسرع. وما تفكرش ابدا انك تنادي وتصرخ بصوت عالي، لان ده هيسبب انك تفتح بقك، وده هيخليك تستنشق كميات كبيره من الغبار، وده احنا مش عايزينه لانه بيسد الرئه. فحاول انك تدور على اي حاجه تانية تطلع صوت من غير ما تفتح بقك خالص. وما تحاولش كمان انك تشيل الحيطان اللي حواليك بنفسك عشان ما يسببش الاسوأ. وفي الاخر، في رعايه الله وحفظه، وربنا يعافيكم جميعا.